بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي خالد، حياك الله يا أخي. كي داير؟ سيدي تنشكرك مجددا على الدعوة ديالك اللي باش نلقي شي كلمة في حق سيدي فؤاد الصفار، وشكرا بصفة عامة على هذاك المجهودات التي تقوم بها في هذا الخصوص في إطار أنشطة نادي جوق المولاي حمد المدغري. سيدي فؤاد، وما أدراك ما سيدي فؤاد الصفار، هو صديق الطفولة والصبا. توطدت علاقتنا منذ تأسيس الخالية الأولى لجوق المرحوم مولاي حمد المدغري، قبلها كان زميل في الدراسة منذ الطور الابتدائي. استسمح، بحيث درسنا مجموعين في المستوى الثالث في المدرسة ديال درب السلاوي في المدينة، مع الإشارة أن العلاقات العائلية راه كانت سابقة بحكم الجوار في السكنة. فقد كانت تجمعنا حومة القنوط في المدينة القديمة، وكانوا الإخوان ديالي الكبار أصدقاء الإخوان ديالو، العائلة كلها كتعرف فيما بينها. الدكتور فؤاد الصفار لا حدود لما يمكن أن يقال عنه، ولكن باختصار هو شخص فريد من نوعه. فريد من نوعه، هو موهبة فريدة، بل شخص متعدد المواهب. هو فنان أصيل نشأ وترعرع في جو فني تراثي عريق من الزوايا والمعاهد ديال التراث وغير ذلك، بحيث هو يهوى ويدوب في كل ما هو أصيل من مديح وسماع وتراث عيساوي وقناوي والطرب الملحون والطرب الأندلسي وغير ذلك. سيدي فؤاد يتقن الضرب على آلة الطر وكذا جميع الآلات الإيقاعية كيفما كان نوعها، كما يتقن أداء المواويل والإنشادات والبيتينات والقصائد كذلك، وعلى القصائد والصنائع وغير ذلك. فهو قد حباه الله بصوت جوهري قوي رائع يصلح لكل الألوان الموسيقية، بحيث يتعاطى جميع أنواع الفنون، وهو صوته طروب جدا لا يمل أحد من سماعه. هذا باختصار من جانبه الفني. أما من ناحية الشخصية فهو إنسان اجتماعي بطبعه بشكل كبير، يحب الجميع ويتأقلم مع الكل بدون استثناء، ومتسامح جدا جدا، ذو قلب كبير وسخي ومتواضع إلى حد كبير. هو صديق ومحبوب الجميع، وباختصار شديد هو إنسان غني عن التعريف. يعني مسيرته الفنية معروفة، وتشارك في جميع المهرجانات محلية أو وطنية ودولية في عدة دول، فصيته أصبح معروفا سواء على الصعيد الداخلي أو الصعيد الخارجي. وكما قلت هو غني عن التعريف. بلا ما نطول عليك يا سيدي خالد، سيدي فؤاد أتمنى له دوام الصحة والعافية والسلامة، وأتمنى له طول العمر، وإلى اللقاء. شكرا يا أخي.